طريقة عمل بخور الصندل بلمسة خليجية. أول حاجة هنحط بودرة الصندل، حطوا 5 معالق، وبعدين تحطوا معلقتين سحال، وبعدين تحطوا نص معلقة مسك، ونص معلقة زعفران بودر، ومعلقة صمغ عربي، وبعدين تبدأوا تحطوا زيت الصندل معلقتين أو 3 معالق، طبعا على حسب ما يتشرب معاكم الخليط. وبعدين تحطوا مخلط، أي مخلط كمبودي، مخلط بخور، أي زيوت مخلط هتلاقوها عند بائع الزيوت بالجملة، بس أهم حاجة لازم تكون تنفع للبخور. وبعدين تفضلوا تزيدوا زيت الصندل والمخلط لحد ما يديكم القوام اللي ينفع يتكور، وبعدين تضيفوا معلقتين أو 3 معالق مية ورد. مية الورد بتزيد التماسك وبتخلي فيه ريحة أو شمخة حلوة. ولو في لدنة عنبر كمان زيدوا نص معلقة لدنة عنبر، أو خليط لدنة العنبر اللي هو بيكون لدنة عنبر مع زيت الورد. وبعدين تجيبوا القوالب ديت وتحطوه، تحفظوه في مكان ضلمة لمدة أسبوع.